السلام عليكم اخواتي الاهلاويه في كل مكان، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من مهاجم الاهلي. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن مباراه نهائي كاس السوبر غدا ما بين الاهلي والزمالك في تمام الساعه 5:30. هنروح لتشكيل المباراه بناء على المعلومات اللي جايه من داخل معسكر الفريق في الامارات، وهنتكلم عن توقعاتنا ورسائلنا لبعض اللعيبه. لكن حابب اتكلم بس في بدايه الحلقه عن حلقه امبارح بتاعه الاستاذ يعقوب السعدي اللي كان فيها ماهر غريب وخالد الغندور وبعض ممثلي الاهلي ونادي بيراميدز. فانا بس انا عايز اوجه رساله لاستاذ يعقوب السعدي. حضرتك ما تستغربش يا استاذ يعقوب، ما تستغربش من العبث والترهات والتفاهات اللي انت بتسمعها من طرف ممثلي نادي الزمالك، وانت بتتكلم على واحد من اهم اعلامي نادي الزمالك، وواحد هو المتحدث الرسمي لمجلس اداره نادي الزمالك الحالي اللي هو ماهر غريب. فانا مش عايزك تندهش من العبث اللي بيذكر ومن العقليات اللي انت بتتعامل معاها، لان احنا كاهلاويه متعودين على العبث ده. طبعا الراجل امبارح انا مش عايز اذكر وضيع وقت الحلقه، في الحلقه موجوده بتاع استاذ يعقوب السعدي على اليوتيوب موجوده، ممكن ترجعوا لها وتشوفوا الراجل كم من دهاشه من الاطروحات الغريبه اللي بيذكرها ممثلي نادي الزمالك. على سبيل المثال مثلا ان خالد الغندور، الراجل طبعا مش متعود على الفانتازيا اللي بيسمعها دي، ان خالد الغندور يقول احنا كسبنا بيراميدز بطل افريقيا فاحنا كده ابطال افريقيا وممكن نكسب الاهلي اللي هو بطل افريقيا في اغلب السنين اللي فاتت فاحنا كده نبقى مش عارف زعماء افريقيا. فالراجل طبعا ده بالنسبه له فانتازيا، هو مش متخيل الكلام اللي بيتقال، مش عارف يستوعبه. واحد زي ماهر غريب بيقول انت كان ممكن تبيع زيزو ب6 مليون دولار، فيقول لك لا اصل احنا عرفنا ان زيزو ممكن يرجع على النادي الاهلي، فاحنا القرار الصح من مجلس الاداره ان زيزو يكمل في نادي الزمالك وما يتباعش ويبقى كوبري حتى لو الزمالك هيستفيد ب6 مليون دولار. فطبعا الراجل قاعد قدامه طبعا منتهى الاندهاش ومنتهى الاسبهلال من العبث، هو حرفيا بيسمع عبث. فانا رسالتي بس لكل حتى الاخوه في الدول العربيه او في الامارات اللي بيسمعوا الحلقات دي، ما تندهش، هي دي العقليات اللي الاهلي وجماهير الاهلي بيتعاملوا معاها على مدار الساعه، وهم دول المنافسين اللي احنا موجودين معاهم. ولذلك انا هروح بس بسرعه برضو لفكره المناظرات اللي بتتعمل في البرامج الرياضيه ما بين الاهلاويه والزملكاويه. المناظرات دي بتتعمل من زمان جدا يعني، لكن احتدت خالص في اخر سنين عشان تجيب مشاهدات، ولا ربما تطرح وجهات نظر للاطراف المختلفه، يعني وجهه نظر الاهلاويه للزملكاويه والزملكاويه للاهلاويه، ليه يعني حسن النيه اللي بيحاولوا ان هم يطرحوا الفكره ديت. بتشوف بقى مهيب عبد الهادي بيجيب وجهتين نظر، بتشوف مش عارف اسلام كاذب بيجيب وجهات نظر، لكن المناظره الاكبر على الساحه الرياضيه واللي بتتشاف جدا واللي تبدو ان هي قد يكون ليها بعض الاثار الايجابيه، وهي مناظرات ابراهيم فايق. فمناظرات ابراهيم فايق انا عايز اوجه رساله لابراهيم فايق، او هوجه رساله برضو للاهلاويه. طبعا يعني عشان خاطر نخلينا مقتنعين، مفيش واحد اهلاوي هيقتنع بكلام واحد زملكاوي، ومفيش واحد زملكاوي هيقتنع باطروحات او افكار واحد اهلاوي، وهكذا. فانا عايز اعرف المناظرات دي موجهه لمين، هي موجهه لمين هذه المناظرات؟ طيب لو انت عايز تطلع منها بحاجه ايجابيه فعلا، انا بتجنن من المحاورين او المذيع اللي موجود في المناظرات ديت، او الطرف الاهلاوي اللي بيقابل واحد زملكاوي. ليه بندهش؟ لان احنا المناظرات دي لا نهائيه، ملهاش نهايه، هي حرفيا يتحط تحت بند ان هي مناظرات لا نهائيه، مش هتنتهي طول العمر، بتتحول لسفسطه وبتتحول لجدال لا طائل منه. ليه؟ انت النهارده مثلا بتيجي تقابل واحد زملكاوي فيجي يطرح مثلا فكره ان الاهلي بيتجامل تحكيميا، فيجي الطرف الاهلاوي مثلا كابتن سيد عبد الحفيظ مع رجل القش او غيره يعني، فيتكلم ويقول لك ويجيب لك دلائل ويجيب لك حاجات بالتواريخ ويجيب لك وقائع ان الزمالك استفاد تحكيميا ربما اكتر من الاهلي في السنين اللي فاتت. طيب انا منتظر بقى نقفل القصه دي، يعني طالما انت جبتها وجبنا دلائل نقفل القصه دي. لكن اللي بيحصل سكيب، يعني خلاص انا رديت عليك وافحمتك وجبت لك دلائل وجبت لك تواريخ وجبت لك وقائع ان الزمالك استفاد تحكيميا كتير جدا وخد بطولات جدا كتيره جدا عن طريق الاستفادات التحكيميه.
انا عايز اقفل القصه دي ليه؟ بعديها مثلا ب10 دقائق تاني في الحلقه ممكن تتفتح تاني، او في حلقات التانيه بتتفتح، او في كل الاماكن، او عند جماهير الزمالك بتتفتح. انا رديت عليك. لو انا الرد هنا ملوش لازمه واتقال زي ما اتقالش، وحصل له سكيب من المذيع او حصل له سكيب من الضيف، لا انا هنا عايز الطرف الاهلاوي يصر ويصمم ان انا طالما رديت على الطرف الزملكاوي يبقى حضرتك تقر ان انت الزمالك بيتجامل زي الاهلي. على سبيل المثال لما نيجي نرد مثلا في قصه نادي القرن ويترد عليهم رد منطقي ورد واقعي، ويتجاب وقائع ويتجاب مستندات ويتجاب دلائل ويتجاب حاجات تاريخيه حصلت، فنفتح برضو القصه دي تاني. لا، القصه الحاجات دي لازم تتقفل. انا لو عايز المناظره يبقى لها لازمه يا استاذ ابراهيم فايق او كابتن ابراهيم، ممكن تجيب حضرتك محكمين مثلا عرب، انا ما عنديش مشكله انت تجيب محكمين عرب. وبما ان احنا مثلا في قناه MBC ممكن تجيب مثلا شخصيات رياضيه سعوديه محايده، او تجيب صحفيين كبار سعوديين في الرياضه محايدين، يقعد يسمع من الطرفين ويتقال في الاخر حكم ما. يعني لازم يكون في حكم ما، عشان انا اهلاوي ممكن اقتنع بطرف زملكاوي بكلامه، وممكن كزملكاوي اقتنع بكلام الطرف الاهلاوي، لكن قصه ان انا افضل ارد على حاجات كتير جدا واكاذيب كتير جدا قد يكون اصلا الزمالك بيتجامل فيها اكتر من الاهلي، وفي الاخر يحصل سكيب للردود ديت ومحدش ما نوصلش فيها لعقاد نافع، او ما يحصلش فيها حزم او حسم في الامور ديت، ده امر عبثي جدا بالنسبه لي. فانا شايف ان دي مناظرات لا طائل منها، بتؤجج الفتن والضيفين بيتشتوا على الفاضي. بس دي الحته اللي انا حابب اتكلم فيها والنقطه ديت. نروح على طول بقى لمباراه الاهلي والزمالك ان شاء الله بكره في السوبر المصري، اللي من داخل تدريبات النادي الاهلي ان شاء الله هيكون في معلومات ان محمد شريف هيشارك سواء اساسيا او هيكون بديل ان شاء الله في مباراه الغد. في حراسه المرمى هيكون موجود محمد الشناوي، خط الدفاع هيكون موجود ياسين مرعي وياسر ابراهيم، باك شمال كوكا، باك يمين محمد هاني، في نص الملعب ديانج ومروان عطيه واحمد السيد زيزو، وينج يمين تريزيجيه، وينج شمال اشرف بن شرقي، مهاجم محمد شريف. دي التشكيله الاقرب حسب المعلومات اللي جايه من داخل معسكر النادي الاهلي، او مش معلومات ان ده التشكيله، لكن من منظور التدريبات اللي حاصله يبدو ان دي ان شاء الله بنسبه 90% او 95% ده هتكون تشكيله النادي الاهلي غدا ان شاء الله. محمد شريف لو ما شاركش اساسا هيكون موجود طاهر محمد طاهر في مركز المهاجم اللي انا شخصيا ما بفضلوش. فان شاء الله مباراه الغد انا متفائل جدا بيها، انا بنسبه كبيره جدا ان شاء الله تتعدى 90% الاهلي هيكون كسبان المباراه ديت بسهوله. ولو اللعيبه قدرت ان هي تاخد المباراه ديت بجديه فعلا، فالنادي الاهلي قادر ان هو يكسب المباراه ديت بسكور. ولو انت قدرت تكسب المباراه دي بسكور فازمات نادي الزمالك هتتفاقم والموسم انتهى سواء محليا او افريقيا بالنسبه لنادي الزمالك. فانا يعني بوجه رساله لعيبه النادي الاهلي، انتوا رجاله، انتوا اعلى بكتير، سكواد اعلى بكتير من سكواد نادي الزمالك، انتوا قادرين على تحقيق الفوز بكره بسكور عالي جدا. فاحنا محتاجين نشوف 11 راجل في الملعب، ومحتاجين نشوف 5 أو 6 لعيبه على دكه البدلاء في منتهى الرجوله وفي منتهى التركيز، البديل اللي ينزل يكون قادر على احداث الفارق. فان شاء الله نتمنى التوفيق للنادي الاهلي بكره، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.